الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام البنات، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا ملاح وعلى خير. قولوا لي توحشتوني ولا والو. هني رجعت لكم بعد غياب، إن شاء الله تكونوا ملاح وإن شاء الله تكونوا فرحتوا برجوعي. راح نرجع مع وصفات رمضانية بإذن الله، مملحات، معسلات، أطباق تقليدية إن شاء الله ربي يقدرني. بون البنات، جيتكم بوصفة هنايا صب الرشراش، كنت حطيتها في فيسبوك والانستغرام وطلبوا مني الوصفة. يعني وصفة مختلفة شوية، فيها واحد الطريقة اللي راح تجينا هشيشة وبنينة وتجيكم كما المسكوتش. مزيد مكونات بسيطة. واش راح نحتاج 3 حبات نتاع البيض، كاس الا ربع نتاع زيت، راح نحتاج كاس الا ربع نتاع السكر، سيترون والفرينة، وزوج باكيات نتاع خميرة الحلويات. بالنسبة للمعجون يعني مش راح نحتاجو كونتيتي كبيرة. وبالنسبة للسكر لأن كاس إلا ربع نتاع سكر مانيش راح نديروها حلو ياسر، خاطرك شرح فيها المعجون. راح نبداو على بركة الله. هذه الوصفة راح نستعملوا فيها الفوي برك، كما تقدروا تستعملوا الباتر. راح نبداو ب3 حبات نتاع البيض بحرارة الغرفة. ديما البيض نتاعكم بحرارة الغرفة باش يطلع لكم مليح. فوالا الوصفة سهلة. قولوا لي واش راكم حابين تشوفوا وصفات. ان شاء الله رجعت لكم بقوة، ان شاء الله نلقى منكم الدعم. كما قلت لكم 3 حبات نتاع البيض ورشة نتاع الملح، ونخلطوا المكونات شوية مع بعضهم. وراح نزيد كاس الا ربع نتاع السكر، نخلطوهم ونزيدوا كاس الا ربع نتاع الزيت. خلطوا المكونات مليح مع بعضكم. وقبل بدمنا رانا نخدمه، راح نشعلوا الفرن يحمى شوية على درجة 180. راح نزيد كاس الا ربع نتاع الزيت ونخلطوا المكونات هنايا مليح حتى يذوب لي هذاك السكر. كي نحس بدا يذوب لي هذاك السكر، راح نزيد هنايا لافاني، تحبوا لافاني بودر ولا ليكيد. راح نزيدو زيت سيترون، نرابوه ديما فرقيقه، ما ديروش في اللاغاب الخشين. ونزيدو نخلطوا المكونات مع بعضهم. نضيفو كاس الا ربع نتاع الحليب دافئ، ونخلطوا المكونات مليح. هنا يعطينا واحد الخفافه، واحد الهشه روعه. وملعقه صغيره نتاع زبده اللي تحبوها ديروها، ملعقه صغيره. ونخلطوا المكونات. الزبده تكون بحراره الغرفه. راح نضيف الفرينه هنا عيني ميزاني، وزوج ملاعق نتاع زوج باكيات نتاع الخميره الحلويات. بالنسبه للفرينه تكون عيني ميزاني، راح تكون لي عجينه 3 كما شفتوا. ندير كميه من المعجون. هذه الصينيه اللي عندي انا تاع الفرن كبيره شويه، وراح نخلي شويه من هذاك العجين، نزيد له حوالي نص كاس نتاع الفرينه، ونلم العجينه ونجيب لاغاب ونرابيه من الفوق. كي طيب لي تدي لي وطياب واحد 25 دقيقه، نخرجها هي حاميه. ندير سكر غلاس، تحبوا ما ديروش. انا كما شفتوا راني درت نص ونص خليته. اكيد لاصحاب السكر ربي يشافيهم ان شاء الله، ما يحبوش الحلاوه ياسر. وهذه تجي بنينه، تجيك من مسكوشه وما تجيش حلوه ياسر. شوفوا ما تجيش ثانيه عاليه. تحبوا تعلوها ديروها في صينيه صغيره، بصح هي ما تجيش عاليه، طرشريجيه كيما المسكوتشه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه نتاع اليوم. ان شاء الله تكون الفيديو خفيف ظريف عليكم. تنسوش تابونيو في القناه.